ابن المدينة معاه كل حاجة، الشخص المدلل، بس ابن الريف هو الحصان الكسبان، هو اللي بينجح اكتر. خليني ابدا كلامي معاك واقول لك معاناه ابن الريف لما يجي المدينه. اول حاجه بيعاني منها هي غربته. الراجل جاي وعارف انه هيبعد عن كل حاجه هو بيحبها، اهله وبيته واصحابه وكل اللي حواليه، بس هو جاي وعارف هو هيعمل ايه. الحاجة التانية، لو قابل اي شغل في بدايته هيشتغل. الراجل من الارياف بيبقى جاي هنا من غير لا واسطة ولا حد يعرفه ولا اي حاجة، عشان كده لو مسك في اي شغل مش هيسيبه، هيمسك فيه بايده واسنانه. الحاجة التالتة وهي المعاملة الصعبة جدا، ودي رسالة بوجهها لكل شخص من المدينة. ابن الريف عنده مشاعر، بلاش الحركات الساذجة اللي انتوا بتعملوها علشان تكرهوه في عيشته ويرجع بلده. الراجل مش جاي غير عشان يشتغل ويكون نفسه، فبلاش انت اللي تيجي عليه وتكسره وتقول له كلام يجرحه. بلاش تعامله معامله ان هو بيشحت، لا، الراجل جاي يشتغل عشان يثبت نفسه وعلشان يكون نفسه، وعلشان كده هو دايما بيكون الحصان الكسبان. عشان كده انت عمرك ما هتوصل لشطاره ابن الريف يا ابن المدينه. دايما ابن المدينه مدلل، بيته موجود، اهله موجودين، كل حاجه بيحبها حواليه، اهم حاجه عنده الخروجه الكويسه، الهدمه الكويسه، المصيف الكويس. لكن ابن الريف ما بيفكرش في الحاجات دي خالص، اهم حاجه عنده انه يحط القرش على القرش عشان يقدر يكون نفسه ويعمل نفسه. عشان كده ابن الريف دايما بتلاقيه رقم واحد في اي حاجه. ليه رغم كل ده وابن الريف بينجح؟ انا اقول لك، ابن الريف مش جاي يهزر، ابن الريف مش جاي يجرب، ابن الريف جاي يموت نفسه. هو جاي ينجح غصب عنه مش بمزاجه، اصلا مش اختيارات هي. وده يودينا لحته تانية بقى خالص، ايه هي؟ قوه الاستحمال بتاعت ابن الريف. ابن الريف دايما دماغه احسن من ابن المدينه. عارف ليه؟ هقول لك ليه. لانه بيستحمل تعب، ضغط، شغل طويل. علشان كده اي مدير في الدنيا بيتمنى ان يكون عنده شخص من الريف هيعمل له كل اللي هو عايزه في الشغل، هينجح له الشغل، هيخلي دايما شغله في المرتبه الاولى. عشان كده دايما ابن المدينه لما يجي قدام ابن الريف تلاقيه بيرجع خطوه لورا. رغم كل ده بيقابل ابن الريف بمعامله سيئة جدا جدا جدا. ابن الريف دايما مركز ومش مشتت، هدف واضح، انا جاي اثبت نفسي، ما انا ما عنديش رفاهية الاختيار، ينجح يرجع بخيبتي. مش معنى كده والله ان انا بهاجم ابن المدينة، ان ابن المدينة مش شخص وحش، لا، ممكن اكون بكلمك عن بعض الناس في المدينة، ولكن معظمهم والله ناس كويسة جدا 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 وناس على خلق. انا بس بكلمك على الظروف اللي اتخلقت لابن الارياف وابن المدينة. وده بقى يوصلنا لحاجة مهمة جدا، ان في ناس بتبدأ حياتها من اول السلم، وفي ناس بتبدأ حياتها من تحت السلم اصلا. واحد سايب بيته واهله واصحابه وجاي المدينه، محدش يعرفه، لا معاه واسطه ولا ظهر ولا حتى حد يقول له انت عامل ايه، وبيعدي عليه ايام محدش فيها بيعامله كويس. ورغم كل ده يا ابن الارياف تفضل واقف وصامد وشغال وصابر وتقدر تقف على رجلك. طيب ليه ده بالذات بيعمل كده؟ عشان هو مش جاي يهزر، هو ما عندوش رفاهية الاختيار، هو جاي يا ينجح يا ينجح يا ينجح. وعشان هدفه واضح، هو عارف هو جاي يعمل ايه. وقلتها لك وهقولها تاني، ان ده مش معناه ان ابن المدينة شخص فاشل، بس الفرق بينهم ان واحد اتعود على الراحة وواحد اتربى على الصراع. واللي بيعرف يصارع بدري بيعرف يكسب بدري. النجاح مش جاي من انت منين ولا اتولدت فين، النجاح جاي من قد ايه انت مستعد قادر تستحمل حتى لو هتكمل لوحدك. وهختم كلامي واقول لك، النجاح مش جاي من المكان اللي اتولدت فيه، النجاح جاي من قد ايه انت قادر تدفع ثمن. متنسوش الاشتراك والاكسبلور واللايك والشير، كل حاجه. سلام عليكم.